تخيل تبقى عايش في أواخر القرن الستاشر. إنجلترا لسه بتحاول تخش وسط سباق الاستعمار بتاع أسبانيا والبرتغال. تقوم إنجلترا بعت 100 إنسان على الجزيرة دي عشان يستعمروها. عملوا مزرعة وبيوت من الخشب، عائلات قاعدة عايشة. يرجع بعد 3 سنين القائد بتاعهم علشان ما يلاقيش أي حد موجود. لا تلاقى جثث ولا تلاقى آثار لمعارك ولا تلاقي أي حد عايش. هو ببساطة رجع تلاقي المكان فاضي. قعد يدور في الجزيرة، كل اللي تلاقاه شجرة واحدة محفور عليها كلمة كرواتوا. دي مش أسطورة، ده حصل بجد، ومحدش عارف لحد دلوقتي الناس دول اختفوا فين. النهاردة هحكي لك القصة الكاملة للغز اختفاء مدينة وان. نبدأ سنة 1584. إنجلترا كانت عايزة تبقى قوة استعمارية زي أسبانيا. أسبانيا في الوقت ده كانت واخدة الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وهنا جه اسم الراجل ده، والتر راجل. ده مغامر كبير عايش في إنجلترا، وكان ليه علاقات قوية مع العيلة المالكة، وهنا قرر يبعت رحلات استكشافية للساحل الشرقي الأمريكي. الرحالة الإنجليز أول ما شافوا الجزيرة من بعيد اللي هي جزيرة روانك، افتكروا إن دي الجنة مش جزيرة عادية. من كتر حلاوة المشهد، غابات كثيفة، أنهار، صيد سمك وغزلان، شواطئ رملية، حاجة كده تخليك تقول هو ده الحلم الجديد. الإنجليز حاولوا يعيشوا وسط السكان الأصليين الألجونيكيا، اللي المفروض طبعا هم مستعمرين وكده. في الأول العلاقة كانت ودية ما بينهم، تبادل طعام، تجارة، حفلات بتتعمل، والدنيا كانت زي الفل. لكن زي ما بيحصل دايما في التاريخ، الطمع دخل اللعب، وهنا الإنجليز كانوا بيسرقوا الأكل من القبائل وقت المجاعات. والنتيجة كانت اشتباكات وفشل البعثة الاستعمارية الأولى، والراجل ما استسلمش. هنا بقى 115 شخص، رجالة ستات أطفال. والهدف ما كانش استعمار بس، الهدف هنا مش مجرد تجربة، الهدف من ده كان تأسيس حياة جديدة. القائد المرة دي ما كانش جون وايت، ودي المستعمرة اللي حصل فيها حدث مهم جدا. اتولدت أول طفلة إنجليزية على أرض أمريكا، اسمها كان فيرجينيا دير. وده كان رمز للأمل، جيل جديد بيبدأ. بس الجزيرة دي ما كانتش عيشة فيها سهل. الجو هناك كان وحش، الزراعة فيها صعبة جدا، وأهم حاجة الأكل كان بيخلص بسرعة. والقبائل اللي كانوا حوالين المستعمرة دي ما كانوش مبسوطين باللي بيحصل. في لحظة من اللحظات قرر جون وايت يرجع على إنجلترا عشان يجيب نور. وايت هنا رجع لإنجلترا، بس لسوء حظه كان حصل حرب كبيرة جدا بين إسبانيا وإنجلترا. وهنا إنجلترا استخدمت كل الأسطول البحري ليها عشان الحرب. ووايت اتأخر 3 سنين عما رجع. أنت متخيل؟ 3 سنين مستعمرة موجودة مستنيين المون اللي جاية من إنجلترا. 3 سنين قاعدين من غير مون ولا أكل ولا شرب. ولما وايت رجع بعد 3 سنين سنة 1590، لقى كارثة موجودة في المكان. البيوت الخشبية اللي كانت مبنية في المستعمرة اتفككت كلها، والمستعمرة فاضية تماما. لا في أسلحة ولا في أثر لحرب ولا في جثث ولا في أي حاجة موجودة. الحاجة الوحيدة اللي لقاها موجودة في المكان كلمة واحدة محفورة على شجرة: كروات وان. وكلمة تانية محفورة على عمود من الخشب: كرو. جون وايت هنا افتكر إن هم راحوا على جزيرة كروات وان، اللي هي دلوقتي اسمها جزيرة هاتفيلز. بس عاصفة كبيرة منعت السفن من البحث عنهم في الجزيرة دي، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف عنهم أي حاجة. العلماء والمؤرخين على مدار 4 قرون كانوا بيحاولوا يفسروا إيه اللي حصل. يمكن راحوا جزيرة كروات وان فعلا واندمجوا مع القبائل اللي هناك، واحتمال تاني بيقول إن في قبيلة تانية أو الأسبان نفسهم هجموا عليهم. بس هي المشكلة إن ما كانش فيه أي أثر، لا الدم ولا المعركة ولا لأي حاجة في المكان. وممكن الجوع خلاهم يتحركوا جوه أكتر في الجزيرة، بس برضه ما فيش أي آثار ليهم. اللي بيقول لك اتخطفوا، واللي بيقول لك كائنات فضائية، واللي بيقول لك في لعنة في المكان. محدش عارف إيه اللي حصل. العلماء بعد فترة تلاقوا خريطة مرسومة بخط إيد جون وايت. الخريطة دي كان فيها بقعة سرية، قالوا احتمال تكون دي نقطة تانية للمستعمرة أو مكان تاني المستعمرة راحت فيه. مدينة روانوك المفقودة فضلت علامة استفهام كبيرة في تاريخ توريك. حلم إنجليزي كبير اختفى في صمت، ويمكن ده اللي مخليها لغز كبير. وخليك فاكر مش كل القصص محتاجة حل، يمكن اللغز بتاعها ده هو اللي بيخلي ذكرها موجودة لحد دلوقتي. أحيانا الغموض نفسه هو اللي بيخليها تعيش. تفتكر إيه اللي حصل لسكان روانوك؟ هل راحوا لحتة جديدة؟ هل اندمجوا مع القبائل اللي هناك؟ وهنا نكون وصلنا لآخر الحلقة. متنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات، تعمل لايك وتشترك في القناة لو حابب تشوف أي فيديوهات جديدة من النوع ده. تابعني.